الحمد لله واخيرا رجعت لنا الكوره يعني، وكانت الواحد كان وحشه الاجواء دي الصراحه بجد. فاضل بس ايه دوري الابطال يرجع هو كمان ونبقى زي الفل قوي كده. انا عايز ال 11 اللعيب اللي بيجروا ورا الكوره دي اللي بيحددوا مصير يومي كده، فاهم؟ جميلك ده جميلك ده فوق دماغي من فوق من فوق دماغي. هما اللي بيقولوا انا هروح الجامعه ولا هروح الشغل وانا مبسوط ومتكيف، ولا وانا مقرف وكاره حياتي، عادي جدا. خلونا نتكلم عن الماتشات اللي حصلت في الاسبوع اللي فات ده، الجوله اللي فاتت دي. ومعلش لو انا اتاخرت، بس كنت مستني ماتش ارسنال وكريستال بالاس اللي لسه ملعوب من كام ساعه يخلص، بس محطوط خازوق كده يوم الاثنين لوحده ما تفهمش ليه. فكنت مستني اما الجوله تخلص عشان نتكلم براحتنا. وهنركز اكتر على ماتش ليفربول وبورنموث وريال مدريد والميريا ومانشستر يونايتد وتوتنهام. فركز معايا بقى كويس كده، ويلا بينا نخش بالانترو عشان عندها كلام كتير مهم جدا هنقوله. معاكم محمد ممدوح من برنامج مافيا كوره، ويلا بينا نخش بالانترو. طيب خلينا نبدا بماتش ليفربول وبورنموث. بالرغم ان ليفربول كسبوا الماتش وهم ناقصين لاعب وبيلعبوا 10 لاعبين جوه الملعب، الا ان قدرنا ان احنا لاول مره نشوف ليفربول اللي احنا مستنيينه السيزون ده، او اللي احنا منتظرين منه السيزون ده. ليفربول قدرت ان انا اخيرا اشوف النص ساعه ولا التلت ساعه اللي شفتها في ماتش تشيلسي، اول ماتش تشيلسي قدرت اشوفها على مدار ال 90 دقيقه. بالرغم ان حصلت مشاكل كتيره جدا في الدفاع، وحصلت مشكله كبيره جدا في خط الوسط، لان لغايه دلوقتي مفيش اللاعب اللي يعوض رحيل فابينيو، مفيش اللاعب خط الوسط الدفاعي، لاعب الارتكاز اللي يقدر ان هو يشيل المرتدات ويقدر ان هو يغطي على الدفاع ويغطي على غلطات الدفاع. خصوصا لو خدتوا بالكم في ماتش ليفربول وبورنموث، ان الغلطتين، الجون اللي اتحسب تسلل من بورنموث والجون اللي جه من بورنموث، كان برضو غلطة بسبب ان مفيش واحد قادر ان هو يطلع بالكورة من الدفاع من خط الوسط بيطلع بطريقة صحيحة. لو خدتوا بالكم الكورة اللي دخل الجون كانت غلطة بسبب فان دايك وبسبب ترينت الكسندر ارنولد، ان هو حاول يستلم الكورة وسط ضغط وحاول ان هو يطلع بيها بطريقة مش صحيحة. ارنولد قادر ان هو يلعب في خط الوسط بطريقه قويه جدا، ارنولد قادر ان هو يبقى ركن من الاركان الرئيسيه في خط الوسط مع ماكاليستر ومع سابوسلاي، بس لازم يعوضوا رحيل فابينيو الخط الوسط الرابع اللي ناقص خط الوسط الدفاعي، لان مفيش ولا واحد فيهم قادر ان هو يقوم بالدور ده. والدور ده مهم جدا وللاسف ناقص جدا في خط وسط ليفربول، وهو برضو من طريقه غير مباشره عمال بيسبب مشاكل في الدفاع، بسبب ان مفيش ارتداد على الهجمات المرتده اللي بتحصل ضد ليفربول، مفيش يعني قطع الهجمات الخطيره اللي بتحصل قدامهم، وخصوصا الهجمات السريعه والمرتده اللي بتحصل، وخصوصا لو انت بتلاعب فريق ضعيف زي بورنموث. حاليا ليفربول اتموا صفقه اندر، اللعيب الصيني او الياباني تقريبا مش متاكد، بس حاليا هم اتموا الصفقه دي علشان يكون هو البديل اللي هيشيل المفروض مكان فابينيو. بس حاليا احنا مش متاكدين هل اللاعب ده هو اللي هيقدر يشيل مكان فابينيو، هو اللي هيقدر يغطي الثغره الكبيره اللي موجوده في خط وسط ودفاع ليفربول ولا لا. فهنشوف لغايه اما باب الانتقالات يخلص في اخر الشهر اللي احنا فيه ده، هل يا ترى ليفربول هيقدروا يتعاقدوا مع لاعب تاني خط وسط تقيل، خط وسط دفاعي يقدر يشيل الجزء الناقص ده. اما خلينا بقى نروح للضحك اللي حصل في ماتش تشيلسي وويست هام. يعني تشيلسي حاليا دافعين 200 مليون يورو علشان يخسروا ضربة جزاء ويضيعوا ضربة جزاء. حاليا كايسيدو وانزو فرنانديز اللي انا كنت الاثنين اللي كنت بحسد تشيلسي عليهم، وكايسيدو اللي كان هيروح ليفربول بس راح لتشيلسي مقابل 4 مليون زيادة يعني عشان هو ما كانش عايز يلعب في ليفربول. انزو فرنانديز في ماتش ويست هام ضيع ضربة جزاء، وكايسيدو تسبب في ضربة جزاء. فحاليا دلوقتي كل الفرق بيدوروا على ماتش تشيلسي وبيدوروا على عايزين يلعبوا تشيلسي دلوقتي يستغلوا الموضوع. تشيلسي حاليا في المركز ال 15 في ماتشين فريق لغايه دلوقتي. لو قدرنا نحسب الميزانيه بتاعت تشيلسي اللي صارفينها بقالهم سنتين، معدي ال 900 مليون يورو. ف يعني في ماتشين قدروا ان هم ياخدوا نقطه واحده، الحمد لله. خلينا بقى نروح لقمة الدوري الانجليزي اللي كانت في الجولة دي، وهي ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد وتوتنهام، ان هم قدروا يعوضوا الفراغ اللي هاري كين سابه، وقدرنا نشوف
يعني خط وسط عالمي جدا بجد. يعني صفقتين الصراحه ما كنتش متوقع ان هما اللي هيتالقوا جدا، لكن يوفيس بيسوما وجيمس ماديسون هما يستحقوا هما الاثنين مان اوف ذا ماتش في ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد، مش ان هما يديهم الفرصه ان هما يستحملوا. مانشستر يونايتد كان قدامهم فرصه ان هم يكسبوا في الشوط الاولاني وان هم يضغطوا، لكن للاسف ضيعوا الفرصه دي في هجمات كتيره وحاجات كتيره ومشاكل كتيره ظهرت، وخصوصا في خط الدفاع. نانا قدر ان هو يشيل كتير الصراحه وصد كتير وعانى كتير، ما اقدرش اشيله ذنبه، وخصوصا الجون الثاني ما اقدرش اشيله ذنبه، هي اصلا غلطه من ليساندرو مارتينيز وغلطات كتيره ظهرت في الدفاع. وحاليا مانشستر يونايتد محسني ان هم لسه عايشين في الموسم اللي فات. مانشستر يونايتد بقالهم اكتر من 3 سنين في دوامة ان هم بيحاولوا يبنوا الفريق من جديد، لازم يبتدوا يخرجوا من الدايرة دي. هم حاليا يعني فريق تقيل جدا، فريق فيها دكة تقيلة وفيها اسامي تقيلة، ما ينفعش ان هم يفضلوا في مرحلة البناء دي كتير، لازم يخرجوا من المواسم اللي فاتت ويبدأوا يدخلوا على سيستم ان هم عايزين يبتدوا ينافسوا على دوري الابطال وعلى دوري الانجليزي. حاليا من اللي انا شفته من تشيلسي ومن مانشستر يونايتد بنسبه كبيره، يعني اقدر اقول بنسبه 70 او 80% ان هم يخرجوا من سباق الدوري الانجليزي بسرعه. اما بقى بالنسبه لمانشستر سيتي وارسنال فمفيش قديم يعاد ومفيش جديد يذكر، يعني هما الاثنين كسبوا، هما الاثنين ماشيين بخطه سليمه، هما الاثنين ماشيين باساس وماشيين بخطه، وعجباني خطه ميكيل ارتيتا مع ارسنال جدا. بدات فعلا اشوف ميكيل ارتيتا ازاي اسلوبه الجديد ان هو بيحاول يبني على طريقه بيب جوارديولا القديمه لما كان بيدرب برشلونه في 2008 و2009 مع الجيل الذهبي. فحاسس ان ارسنال السنه دي فعلا هيقدموا كوره حلوه جدا وهيقدموا كوره جميله جدا. قدروا ان هم يكسبوا كريستال بالاس اللي هو خصم تقيل جدا وخصم رخم جدا، بالرغم ان هم برضه اتطرد منهم لعيب وفضلوا اخر نص ساعه ولا اخر ربع ساعه بيدافعوا بالمشجعين تقريبا. بس فعلا ارسنال هيقدموا كوره حلوه جدا السنه دي، وعندي احساس كده ان ارسنال ممكن يوصل لادوار بعيده في دوري الابطال. اما بقى للماتش اللي انا عايز اتكلم عليه بقى براحتي، وهو ريال مدريد والميريا. يا جدعوش احلى الهدفين اللي انا شفتهم في حياتي، انا بطبل براحتي عادي يعني. بس حاليا برضو عايزين نتكلم في مشكله الدفاعيه القويه جدا اللي ظهرت في ماتش الميريا، اللي هو يعتبر خصم سهل جدا، حتى مش خصم يعتبر رخم في الدوري الاسباني، يعتبر خصم سهل جدا. مع ذلك حصلت مشاكل وحصلت معاناة كتيرة جدا، لكن ما ظهرتش المشاكل المؤثرة قوي. بس مع ذلك المشاكل دي هتظهر بشكل كبير جدا ضد فرق كبيرة، وخصوصا مع كثرة الماتشات، خصوصا لما كمان دوري الأبطال يدخل علينا هتظهر المشاكل دي بشكل واضح قوي. ريال مدريد للاسف لغايه دلوقتي مركز ان هو يحاول يتعاقد مع مبابي باي شكل علشان يعوض رحيل كريم بنزيما، لكن مش عايز يحل المشاكل التانية اللي موجوده وهي الدفاع. فيورنتينو بيريز وكارلو انشيلوتي بيحاولوا يحلوها بقالهم 3 سنين بان هم يحاولوا يعني يعملوا توليفه على قد ما يقدروا من غير ما يصرفوا على الدفاع. حاولوا منها ان هم يجيبوا لعيبه صغيرين في السن او يطلعوا لعيبه شباب من الاكاديميه. حاليا في كلام ان ريال مدريد بيحاولوا يتعاقدوا مع مدافع في خلال السوق الانتقال ده قبل ما يخلص، ومع ذلك طبعا مع كلام مبابي، بس طبعا كلام مبابي مغطي على كل الاخبار، هنشوف. وبكده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه ما تنساش تنزل تشترك في القناه علشان عايزين نوصل لاول 1000 مشترك في خلال الفتره الجايه في اسرع وقت ممكن. ما تنساش تتابع الحلقات اللي جايه اللي هننزلها قريب. لو عايز تتابعها انزل اضغط على جرس التنبيهات عشان توصلك حلقاتنا الجديده اول باول. وكالعاده كان معاكم محمد ممدوح من برنامج مافيا كوره. سلام.